السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة هعمل صينية بطاطس بالفراخ وان شاء الله هتعجبكم. هنا قطعت البصل، نقطع كده البصل بالطريقة دي مع بقى فلفل حامي وفلفل بارد وفلفل الوان. ما شاء الله كان طعمها جميل. يا رب بقى كده كل اللي بيشوف الفيديو يشترك في القناة عشان تكبر وتنجح بيكم يا رب. وبشكر كل اللي اشترك في القناة، بشكركم من قلبي. ربنا يا رب يفرحكم ويكتب لكم الخير يا رب. وادعوا نفسكم دايما بالخير كده وربنا يحميكم من كل شر. ودايما تدعوا ربنا اي حاجه بنتمناها من ربنا، نقول لو فيها خير ربنا يحققها لنا، لو فيها شر يبعدها، وربنا يكتب لكم السعاده يا رب. هنا بقى قطعت البصل وقطعت فلفل حامي وفلفل اخضر وفلفل الوان. بحب بقى اقطع طماطميه كده بتديها شكل حلو وطعم حلو. انا ضربه طماطم في الخلاط، بس بحب اقطع كده طماطميه مع الخضار مع البصل والفلفل، ما شاء الله بتديها طعم حلو. هنا بقى هضيف لها ملح وفلفل اسمر. حابه تضيفي بقى اي بهارات بتحبيها عادي برضو بيبقى طعمها حلو. يعني انا برضو ساعات بضيف لها جنزبيل وقرفه وبابريكيا وشطه وكل التوابل بحطها وكمون وتوم وليمون، بيبقى برضو طعمها حلو قوي. بس النهارده اكتفيت بس بالملح والفلفل الاسمر. هنا بقى مقطعه البطاطس وغسلاها. هقلب بقى الفراخ كده مع البطاطس. هنا بقى قلبتهم كويس كده مع بعض. هضيف لها بقى عصير الطماطم. بعد كده بقى هحط لها نص كوبايه ميه وهحطها على البوتاجاز من فوق، تبقى نص سوا كده. بعد كده ايه احطها في الفرن تكمل سوا، وما شاء الله بتبقى طعمها جميل. هنا بقى عايزه مخلل، مفيش مخلل في البيت خالص، فلقيت عندي البتنجانيه الكبيره دي فقلت هسلقها. لازم كده اغزها كده بالسكينه عشان ما تفرقعش مع السليق. ما شاء الله كان طعمها حلو قوي. هنا بقى اوريكم الفراخ وهي بتستوي. نحطها كده على البوتاجاز من فوق لحد ما تبقى نص سوا، بعد كده نحطها في الفرن. هنا بقى البتنجانيه بتتسلق. هنا خلاص كنت هحطها في الفرن، فهضيف لها شويه فلفل اسمر على الوش. ده بيفرق في الطعم طبعا. احنا حاطين مع البصل والخضار فلفل وملح، بس انا بحب قبل ما احطها في الفرن اضيف لها شويه فلفل اسمر على الوش و3 معالق زيت. بتاخد لون حلو كده ويبقى طعمها حلو. ما شاء الله كان طعمها جميل. هنا بقى هملح البتنجانيه. اول مره بقى تشوفوا حد بيملح بتنجان بفلفل اصفر. انا بقى ما عنديش فلفل غير حامي، فخدت نص قرن بس عشان متبقاش حامي قوي. وضفت لها بقى الفلفل الالوان اللي هو الاصفر. المفروض البتنجان المسلوق يتملح بفلفل احمر، بيديله لون حلو كده ويبقى شكله حلو وطعمه حلو. انا ما كانش عندي غير الاصفر، وما شاء الله كان طعمها والله تحفه. قطعتها بقى كده بالسكينه عشان تتملح كويس. هنا بقى بملحها بقى بالطريقه دي كده. اول مره اعملها فلفل اصفر وكان طعمها ما شاء الله جميل. لو اول مره بقى تشوفوا بتنجان بيتملح فلفل اصفر اكتبوا قولولي. هو اساس البتنجان بيبقى فلفل احمر، بس انا ما كانش عندي بقى ولا اخضر بارد ولا احمر. اول مره اعملها بالطريقه دي وما شاء الله كان طعمها جميل. ما شاء الله كانت عندي بقى اخر بتنجانيه في التلاجة، فمش هستفاد بيها بحاجه ومفيش مخلل، فقلت نستفاد بيها. ما شاء الله كان طعمها حلو. انا بقى هعمل رز بشعريه. لازم نكتر الشعريه على قد الرز عشان بيديله شكل حلو وطعم حلو، عكس ما نحط الشعريه حبه صغيرين والرز كتير. الرز هيطلع فاتح معاكي ويعني مش هيبقى طعمه حلو ولا ريحته حلوه، زي ما كميه الشعريه تبقى حلوه على قد الرز. هنا بقى الاكل كان استوى ما شاء الله كان طعمه حلو. والبتنجانه كان طعمها ما شاء الله كان طعمها تحفه. لازم كده نمشي الدنيا، مش عشان ما عندناش بقى بتنجان صغير نملحه. لا، اي حاجه بنعملها خلينا شاطرين نعمل اي حاجه. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.